عندها عيون كبيرة زي التلسكوبات القديمة، شكلها غريب ومجنون ويخوف زي معظم جيرانها في أعماق المحيط. دي سمكة التلسكوب. واسمع القصة. سنة 1901 العالم الألماني أوجست براور في رحلة استكشافية كبيرة في أعماق البحار اسمها فالديفيا اكتشف هناك سمكة من أغرب أشكال السمك وأطلق عليها اسم الديل العملاق، بالرغم إن المثير فيها فعلا هي شكل عينيها. سمكة التلسكوب بتنتمي لفصيلة اسمها جايجنتوريديا، وركز معايا الفصيلة دي في منها جنس واحد، والجنس ده في منه نوعين: سمكة التلسكوب الهندية وبتعيش في المحيط الهندي، وسمكة التلسكوب الأطلسية وبتعيش في المحيط الأطلسي. بسيطة. طولها 20 سم وموجودة في أعماق كبيرة من 500 ل 2500 متر. الضغط هناك شديد والضوء يدوب. طب ازاي قدرت تتكيف مع البيئة القاسية دي؟ عيونها التلسكوبية الكبيرة عيون أنبوبية متثبتة لفوق، متصممة عشان ترصد ظل الفرايس البسيط في الضوء الأبسط. سبحان الله. ثانيا جسمها الشفاف تماما، جلدها شبه شفاف، جلدها ما عندهوش صبغيات وعضلاتها هلاميه. عندها كمان زي اعضاء ضوئيه بتقدر تحاكي الضوء اللي جاي من فوق، وكده بتكون خافت نفسها من الحيوانات المفترسه اللي جايه لها من تحت. وده تكنيك اسمه الاضاءه المضاده. الفكين عندها بيندفعوا لقدام، وسنتين شبه الابر بتقدر تصطاد فرايسها وتبلعهم بالكامل، زي السمك الاصغر منها زي سمك الفانوس. العلماء بيعتقدوا ان هي بتهاجر عموديا، تطلع لها 200 500 متر كده تصطاد وترجع تاني، وده مجرد اعتقاد، وكمان مش معروف عن تكاثرها ولا حتى عمرها، لان الكائنات اللي في العمق صعب دراستها. سمكة التلسكوب بتفكرنا اللي احنا لسه قدامنا ياما عشان نكتشف اللي في المحيط، ومع كل غوصة فاحنا بنكتشف عجائب جديدة. السؤال بقى، انتشرت مؤخرا صور غريبة لسمكة التلسكوب، هل تعتقد ان دي حقيقة ولا AI؟ قولولي في التعليقات.